السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش طبعا الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بقى يا بنات، كان عندي العيش ده جاي لي الصبح فحطيته كده على الرخامه يتهوى، لانه طبعا بيبقى جاي سخن. فبحب ان انا احطه على الرخامه كده اهويه، وبعد كده برصه في شنطه زي ما انتم شايفين كده. المهم طبعا الرخامه بتاعتي نظيفه وزي الفل، فبرص عليها العيش وانا مطمنه. طبعا الروتين ده يا بنات بداته من بعد كده ما نضفت الشقه وخليتها زي الفل. ابتديت بقى ادخل على المطبخ عشان ابتدي اجهز الغدا. بس قلت اشيل العيش زي ما انتم شايفين كده، طبعا لما بيبرد ببتدي ادخله على الفريزر. خلاص بقى شلت العيش، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. ابتديت بقى اجيب المفرش اللي انتوا شايفينه ده، وعندي بقى هنا خيار وبتنجان وكمان بطاطس. النهارده هنعمل كده اكله بقى شعبيه بيبقى طعمها حلو ولذيذه كده، وفي ناس كتير بيحبوها. بصراحه كان بقالنا كتير ما جبناش رنجه. فبصراحه زوجي كان جايب لنا يعني 2 رنجه، وكانت عندي في الفريزر، فقلت اما اطلعها ونمشي اليوم النهارده بقى بشويه بطاطس، شويه بتنجان مقلي، اقطع خيار، يعني زي ما هتشوفوا دلوقتي. وربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان المفرش اللي انا فرشته على الرخامه ده بيحافظ لي على نظافه الرخامه. شايفين بقى قشرت البطاطس، البتنجان، نضفت كل حاجه كده عليه، وهنضف كمان الرنجه. وبعد كده بقى هبتدي اشيل كل الحاجات دي في قلب المفرش واتخلص كده من المفرش، فالرخامه عندي نظيفه وزي الفل. المهم ان البتنجانه ما قشرتهاش كلها، لان طبعا القشر يعني هو بيبقى فيه فايده، بس انا ما حبيتش اعمل البتنجانه كلها بقشرها، لان عندي الولاد مش دايما بيحبوا ان انا اقلي البتنجان بقشره، فقلت خلاص اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المهم كمان بقى ابتديت انضف الرنجه زي ما انتم شايفين. انا بحب اعملها ازاي؟ طبعا هي لها طرق كتير، وفي ناس برضو بتحبها بطرق مختلفه، ولكن احنا بصراحه بنحبها بالطريقه دي. ببتدي كده اقطع الرز زي ما انتم شايفين كده، وابتدي بقى اشيل الشوك، اي حاجه فيها كده مش مستحبه ببتدي اشيلها. وبعد كده بقشرها زي ما انتم شايفين، وبحطها في الطاسه بتاعتي، وهحط عليها بقى شويه زيت وشويه ليمون، بس الليمون بيبقى بعد ما بطفي النار. بحب كده يعني زي اديها تشويحه مع الزيت على النار، ولما اطفي عليها بقى اعصر عليها ليمون كتير، بيبقى طعمها حلو قوي قوي. خلاص بقى نضفت الرنجه وحطيتها في الطاسه وحطيت عليها الزيت، وهبتدي اديها زي ما قلت لكم كده تشويحه على النار. قطعت كمان البتنجان وهبتدي برضو اقليه، وعندي برضو طاسه فيها زيت هبتدي اقلي البطاطس. وزي ما انتم شايفين كده الرنجه هديها بس تشويحه، اقلبها على الناحيه التانيه يعني تتشوح كده من الوشين، وبعد كده بطفي النار وبعصر بقى عليها كميه ليمون. طبعا في ناس بتحب تحط عليها طحينه، في ناس بتحب تقطع عليها مثلا خضار. انا يعني ولادي بيحبوها كده بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. المهم طبعا ان انا قليت البتنجان، وكنت بقى عامله له خلطه عباره عن طبعا هرسه شطه، توم، كمون، كزبره، خل، ليمون، التوابل اللي انت بتحبيها. ملحت بقى البتنجان زي ما انتم شايفين كده وظبطته، والباقي اللي فاضي يعني من التتبيله حطيته في علبه وادخله على الفريزر. لما اكون عامله اي حاجه محتاجه تتبيله زي دي ابتدي اطلعها. ومش معنى بقى ان احنا عاملين كده اكله شعبيه ما ندلعهاش، قلت بقى اقطع كده خيار وجزر زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات، احنا مش دايما يعني بنجيب الرنجه، يعني كل فين وفين، لكن بناكلها يعني بنحبها عادي، ممكن كده كتغيير نجيبها او ناكلها. لكن بصراحه الفسيخ اللي مستحيل يدخل البيت لان مش بنحبه، ولا ولادي كمان بيحبوه. المهم بقى قطعت طبعا زي ما انتم شفتوا كده خيار وجزر، وكان عندي طبعا بصل، الاكله دي بتبقى محتاجه بصل اخضر، وقليت البطاطس وزي ما انتم شايفين كده، والعيش طبعا. وكان عندي عصير جوافه، وعصير الجوافه انا عاملاه بميه وليمون، يعني مش حاطه عليه حليب ولا اي حاجه. المهم ده كان الغدا بتاعنا، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى احنا ستات بيوت كده شطار وناصحين، بنمشي طبعا بيوتنا باللي موجود، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى اتغدينا، اللهم لك الحمد. وبعد كده بقى شطبت المطبخ وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده. مش عايزين بقى نسيب اي اثر كده لريحه الرنجه. عايزه اقول لكم كده بقى مسكت البوتاجاز نضفته وخليته زي الفل، ومن حوالين البوتاجاز والرخامه اللي ورايا، ونضفت برضو التلاجة. بس حبيت اعمل كل ده مع نفسي كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول وانت بتعملي اي حاجه، عشان تخلصي كل اللي بتعمليه بسرعه من غير ما تحسي انك تعبتي ولا عملتي اي مجهود. وهنا بقى يا بنات بوريكم ان المطبخ نضيف وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. وكمان بقى عندي بخور، هولع بخور، وكنتوا شايفين كده حاطه البراد على البوتاجاز
عايزه بقى اشرب لي كوبايه شاي كده تظبط لي دماغي عشان اقدر اكمل اليوم بتاعي واخلص كل اللي ورايا. وحاطه كمان على الشاي قرنفل، انا بصراحه بحب الشاي بالقرنفل. المهم بقى ان انا ولعت بخور زي ما انتم شايفين كده، والمطبخ نضيف وزي الفل، وكمان شقتي نضيفه وزي الفل. هبتدي بقى اشرب كوبايه الشاي كده واظبط دماغي، وبعد كده اكمل بقى اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. شربت بقى يا بنات الشاي وظبطت دماغي، اللهم لك الحمد. كان عندي بقى في التلاجة فاصوليا خضراء، اسيبها تبوظ؟ لا طبعا، احنا ستات ناصحين وشطار وما بنسيبش اي حاجه تبوظ، لان طبعا دي نعمه ربنا وبتبقى كمان جايه بفلوس، فحرام نسيب اي حاجه تبوظ. جبت بقى الصينيه وحطيت فيها الفاصوليا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى اقطعها. وطبعا الواحده اللي هلاقيها مش حلوه هبتدي اشيلها. المهم ان انا يعني هقعد كده مع نفسي بقى، انا عندي المطبخ نضيفه زي الفل، هقعد كده في ارضيه المطبخ وابتدي بقى اقطع الفاصوليا انا مع نفسي واخلص الكميه كلها وابتدي اشطفها. ينفع يا بنات تشطفوها وهي سليمه، يعني تغسليها وهي سليمه وتبتدي تقطعيها، يعني الاتنين حلوين، الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. عندي بقى حله على النار، هحط فيها طبعا ميه، وهحط فيها كمان معلقه من السكر. انا هفرز الفاصوليا الخضراء. وعايزه اقول لكم يا بنات، كل حاجه في السوق هجيب منها كده كيلو او 2 كيلو، وابتدي افرز كيس او 2، بحيث ان هم ينفعوني في رمضان ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله رمضان سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. المهم بقى يا بنات، عايزه اقول لكم ان طبعا التفريزات دي مش لرمضان بس، وغير رمضان برضو بتنفع كده لو الواحده تعبانه ومش عايزه تقف كتير في المطبخ، هتبتدي تطلع بقى من الحاجات اللي هي مفرزاها وتبتدي طبعا تشتغل فيها على طول. انا عندي بقى على البوتاجاز يا بنات زي ما انتم شايفين حله فيها ميه، حطيت فيها معلقه من السكر، سبت الميه تغلي، وبعد كده نزلت بالفاصوليا زي ما انتم شايفين تقلبتين بس، اوعي تسيبي الفاصوليا تغلي في الميه. هبتدي بقى اطلعها على ميه ساقعه ويكون كمان فيها تلج، وهبتدي بقى اشيلها. بعد كده طبعا انا نزلتها في ميه ساقعه فيها تلج، هبتدي بقى احطها في مصفى واسيبها تصفي خالص، وبعد كده هبتدي احطها في اكياس واحطها في الفريزر. طريقتها سهله، ما بتاخدش اي وقت، والنتيجه بتاعتها ان شاء الله هتعجبك، جربيها ان شاء الله هتعجبك. على بقى ما الفاصوليا طبعا تصفي مش هقعد، قلت اعمل بقى حاجه حلوه كده للولاد، وكمان المقادير بتاعتها بسيطه جدا جدا. كان عندي واحده من البطاطا زي ما انتم شايفين كده، قشرتها وهبتدي اقطعها تقطيع رفيع عشان ما تاخدش يعني وقت على النار. هعمل ايه؟ هعمل النهارده بطاطا كده بالكريم كراميل، اللي عايزه اقول لكم طعمها يا بنات تحفه وطريقتها سهله. خلاص بقى قطعت البطاطا، غسلتها، وبعد كده حطيت عليها السكر. حطي بقى السكر اللي انت عايزاه، وحطيت ربع كوبايه من الميه، وهبتدي ارفعها على النار واغطي عليها لحد ما تستوي، يعني كده اجي اهرسها بالمعلقه تبقى دايبه خالص زي ما هتشوفوا دلوقتي. سبت بقى البطاطا بتاعتي استوت، بعد كده بقى جبت الخلاط وهبتدي انزل بكوبايتين ونص من الحليب، وكمان هنزل بالبطاطا. يعني عايزه ايه من البطاطا اللي انا سلقاها دي؟ يعني كوبايه. هبتدي انزل بكوبايه كده، لان البطاطا يا بنات فيها فوائد حلوه قوي قوي. على قد ما تقدروا دخلوها في حاجات كتير، هي طبعا لها طرق كتير، انا عملت معاكم قبل كده طريقه برضو البطاطا بالبشاميل، طعمها حلو وطريقتها سهله. المهم بقى كان عندي بصراحه في التلاجة كيس كريم الكراميل ده، فكان عندي بقاله كتير، فقلت اما اعمله النهارده طالما عندي البطاطا اعمله. طبعا حطيت الحليب، حطيت البطاطا، حطيت كمان السكر، وبعد كده هضربهم في الخلاط. وطبعا عشان البطاطا يعني سويتها كويس هتبقى ناعمه خالص مع الحليب زي ما هتشوفوا دلوقتي. المهم بقى كيس الكراميل حطيته في البولات، كان عندي كيس تاني محطوط في التلاجة من واحد قبل كده، يعني ما كنتش استعملت الكراميل بتاعه. المهم بقى جبت البولات بتاعتي ونزلت بالكراميل زي ما انتم شايفين كده، وضربت بقى الخليط بتاعي. شايفين بقى قد ايه كريمي وناعم، لان البطاطا بتاعتنا مستويه 100%. هنا بقى هرفع الخليط بتاعي على النار، واول ما يغلي بس غلوه واحده هبتدي بقى احطه في البولات. عايزه اقول لكم يا بنات، باقل الامكانيات كده اسعدي ولادك باي حاجه موجوده عندك، اعملي لهم حاجه حلوه. يعني لو حاجه زي ما انتم شايفين كده بطاطا، كيس كريم كراميل، هتعملي لهم حاجه حلوه وكمان مغذيه على فكره، لان طبعا فيها حليب، وكمان البطاطا مغذيه جدا ومفيده. المهم دايما وانت بتعملي اي حاجه كده سمي الله وصلي على الرسول، عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. الخليط بقى بتاعي جاهز زي ما انتم شايفين كده، حطيته طبعا في شفشه عشان يسهل عليا ان انا انزله في البولات زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هدخل البولات دي في التلاجة لمدة ساعة، يعني على ما اشطب المواعين زي ما هتشوفوا دلوقتي هيكون بقى الكريم كراميل بقى متماسك كده. وعايزه اقول لك بقى هتاكلي احلى كريم كراميل. المهم بقى ان انا قلت اغسل شويه المواعين بقى اللي انا طلعتهم من الوصفه بتاعه البطاطا، وكمان اوريكم الجلافز ده ما كنتش استعملته، كنت جبته ما كنتش استعملته. قلت بقى اما البسه، لاني بصراحه على ما بخلص المواعين خصوصا وانا بصور بتكون هدومي كلها غرقت، فقلت كده البسه بما انه عندي. عايزه اقول لكم يا بنات حلو جدا جدا، ويمكن انتوا شايفينه اهو. عارفه ان انا امسك الاسبونشه، عارفه اتحكم فيها، حلوه قوي قوي. لان طبعا لما بكون بصور بصراحه ما ببقاش عارفه يعني اخد راحتي ان انا يعني ارفع الكم بتاع الحاجه اللي انا لابساها، فطبعا
طبعا لما بكونش بصور برفع بقى الكم واغسل كده براحتي مع نفسي. المهم بقى قلت البسه كده، عايزه اقول لكم حلو. انا تقريبا كنت جايباه مش فاكره ب 40 جنيه او ب 50 جنيه. المهم ان انا كنت بقول لكم ان الاسبونشه دي مخصصاها للحوض، والاسبونشه اللي انا بغسل بيها المواعين دي طبعا بغسل بيها المواعين. عايزه اقول لكم كمان يا بنات بقى، لو عايزه الحوض بتاعك او البوتاجاز طالما استانلس يلمع، حطي نقطه خل كده على صابون المواعين، بيلمع الاستانلس بطريقه مش قادره اقول لكم. المهم بقى ان انا هسمي الله كده واستغفر ربنا واصلي على الرسول وابتدي اغسل المواعين. انا كنت مشطبه المطبخ من بعد الغدا، ولكن دي الحاجات بقى اللي طلعت مكان ما عملت كده البطاطا زي ما شفتوا. اسفه بقى جدا يا بنات على صوتي، عايزه اقول لكم البرد مش راضي يسيبني وزوري على طول واجعني، ورغم ان انا بشرب حاجات دافيه. ربنا يا رب يشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. هغسل بقى المواعين زي ما انتم شايفين، طبعا هم مش مواعين ولا حاجه، يعني حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده، بس انا ما بحبش المطبخ بتاعي يبقى مكركب، يعني الحوض اول باول كده بغسل المواعين. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان تخلصي كل اللي بتعمليه بسرعه كده من غير ما تحسي بقى انك تعبتي. عايزين طبعا يا بنات ندعي دايما لاولادنا، ربنا يهديهم ويبارك فيهم ويجعلهم من الصالحين، ولادي ولادكم اللهم امين يا رب العالمين. وندعي طبعا للي نفسه في ولاد، ربنا يا رب يرزقه بالذريه الصالحه، امين يا رب العالمين. واي حد نفسه في اي حاجه ربنا يا رب يحققها له، لو فيها خير ولو فيها شر ربنا يبعدها عنه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى يا بنات الكريم كراميل اللي حطاه في التلاجة، وكمان الفاصوليا بقى حطاها كده في المصفى. على ما اخلص كل اللي انتوا شايفينه ده هتكون بقى نزلت الميه اللي فيها. واي حاجه هتفرزيها لازم تصفيها من الميه كويس، عشان لو فيها ميه على فكره ممكن تبوظ والوصفه بتاعتك تفشل وتبقى مش حلو. فلازم اي حاجه هتفرزيها طالما دخلها ميه او اتغسلت لازم تصفي من الميه. وزي ما قلت لكم يا بنات، يعني الخضار اللي موجود في السوق هبتدي كده اجيب منه كيلو او 2، بحيث ان انا املى تلاجتي بالخير كده، ويبقى عندي كل حاجه تنفعني بقى في رمضان في غير رمضان. ربنا يا رب يجعله رمضان سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. بس طبعا بقى يا بنات هجيب الحاجه اللي ولادي بيحبوها، يعني مش معنى ان انا عايزه املى تلاجتي بالخير ان انا اروح اجيب حاجه ولادي مش بيحبوها او مش بياكلوها. لا، انا عارفه ولادي مثلا بيحبوا الخضار ايه اجيب منه. يعني عندي بصراحه الفاصوليا بتتاكل، الباميه، البسله، لكن السبانخ مش قد كده. طبعا برضو بيحبوا الملوخيه الخضراء جدا جدا. فالحاجه اللي ولادي بيحبوها وعارفه ان هي هتتاكل هبتدي اجيب منها. مش معنى ان احنا نملى تلاجتنا بالخير نروح نجيب حاجات ملهاش لازمه ونحطها في التلاجة، لا طبعا كده حرام وبتصرفي فلوسك على حاجات ملهاش اي لازمه. خلاص بقى خلصنا المواعين كده واحنا بنتكلم مع بعض. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات، لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل، عشان اللايك بيرفع الفيديو. وكمان لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه يلا بسرعه بقى انضم لعيلتنا الجميله، عشان طبعا القناه تكبر بيكم كده وتفرحوني. ربنا يديمكم في حياتي اجمل واحلى اخوات في الدنيا. وما تنسوش طبعا كمان الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات، عشان طبعا بيفرحني وبيعرفني ان الفيديو اللي بنزله بيعجبكم. ربنا يخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى طبعا المطبخ بتاعي نضيفه زي الفل، هي بس الرخامه مكان ما غسلت المواعين كل اللي عملته فيها ان انا طبعا غسلتها ونشفتها، وكمان الجلافز بقى هبتدي اشطفه واحطه كده على الحنفيه عشان طبعا ينشف، عشان لما استعمله ما يكونش فيه اي ميه. خلاص بقى خلصت كل حاجه والدنيا كده رايقه من حواليا. جبت بقى الفاصوليا لان الوقت ده كله كنت سايباها، كانت عايزه اقول لكم نشفت خالص من الميه. ينفع تفرديها كده على فوطه نظيفه لو انت برضو مستعجله عليها وحباها تنشف بسرعه، لكن انا كان عندي وقت زي ما انتم شفتوا كده. خلصت كل اللي ورايا، ابتديت بقى اجيب طبعا اكياس واحط فيها الكميه اللي هطلعها، ابتدي احطها في الطماطم على طول. ما تحطيش اي حاجه هتفرزيها، تطلعي منها شويه وبعد كده ترجعيها الفريزر، طبعا ما ينفعش الكلام ده. حطي على قد الاكله، يعني انت عارفه طبعا اكله ولادك وعارفه يعني الاكله اللي هتعمليها، فحطي على قد الاكله. المهم طبعا ما شاء الله طلع لي كيسين زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احطهم في الفريزر، بس زي ما قلت لكم يا بنات اهم حاجه لازم الفاصوليا بتاعتك تصفي من الميه. خلاص بقى حطيتهم في الاكياس دول، طبعا هيبقوا طبختين، هبتدي بقى ادخلهم على الفريزر. خلاص بقى يا بنات قفلت الاكياس كويس وطلعت منها اي هوا، وهبتدي ادخلهم بقى على الفريزر. وربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويملى بيوتنا بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. حطيت بقى البولات بتاعتي كده من التلاجة وسبتها بقى تهدى، وقلت بقى اعمل لي فنجان قهوه. وعايزه اقول لكم بقى احبابي لحد هنا الفيديو بتاعي هيكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم. ويا ريت تعملي لي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش كمان الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. جربوا بقى يا بنات الوصفه دي، عايزه اقول لكم تحفه
وصفة طريقتها سهلة زي ما شفتوا، ما خدتش مننا اي وقت، ومغذية جدا جدا عشان طبعا عليها حليب وكمان عليها بطاطا. شايفين بقى الجمال؟ الله على كوباية قهوة كده جنب بقى البولة بتاعة الكريم كراميل دي. عايزة اقول لكم كده طعمها تحفة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. شايفين كريمية قد ايه يا بنات؟ عايزه اقول لكم بقى بحبكم في الله. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تبخلوش عليا باللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه. ربنا يديمكم في حياتي اجمل واحلى اخوات. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.